هاخد 1000 جنيه واللي يقول لك انا عايز مش عارف ايه واللي يقعد يتودد. مفيش في المسائل دي. لما جه الله يرحمه الرئيس الحريري يبني سوليدير، طلع قانون صادر في كل الاراضي دي وعوض اصحابها كلهم باسهم في سوليدير، وبنى بيروت العصر الجديد. واللي يروح سوليدير يشهد للراجل العظيم ده الله يرحمه ايه اللي عمله البلد. وهنا مش هتتنظف البلد دي غير ما يطلع قانون بازاله العشوائيات، وان الناس اللي ساكنين فيها يسكنوا بنفس المكان. لان ما ينفعش في المسائل دي اللي فيها 20,000 نسمه و20,000 عيله تقعد مع كل واحد تشوف رايه ايه، موافق يمشي مش موافق يشيل في ناس هتسال تصدق ان في ناس مش عايزه تسكن في شقه نظيفه ومبسوطه قوي في الخيمه اللي هي قاعده فيها. في حاجات كتير الناس ما تعرفهاش. هل تعرف ان معظم سكان هذه العشوائيات على الاقل المنطقه اللي ورا رمل الجراء دي كلهم من محترف الاجرام والمخدرات والسرقات والكلام من ده. المساله ما تجيش ابدا انك هتتعامل، ما بتتعاملش يعني مع ناس ممكن تاخد وتدي معاهم. ما كانش في قانون ينظم ان النض اولا لا يليق بالقاهره عاصمه مصر دي. المنظر اللي احنا فيه ده عمارات فارهه في الوش وورا كله زباله وبعدين ما بتقوم حريقه في العشوائيات دي والعربيات المطافي ما تعرفش تخش طرق ضيقه وحتى الخطوط دي ما بتوصلش. فاحنا قاعدين ساكتين على منظومه مش هتحل الا بقانون جذري. لازم يطلع قانون يعني. من طول ما القانون ده ما طلعش كل المحاولات اللي بتتم دي مش هتجيب نتيجه. كلها محكوم عليها بالفشل بدون قانون ينظم ذلك يعني. بالظبط. طيب مش عايز تعليق اخير تخصني بحاجه عن اون تي في؟ يعني اصل انا عارف انها يعني المحببه الى قلبك يعني، وانت يعني انشأت امبراطوريه اعلاميه يعني. فهنا لما قرأت خبر شراء كل اسهمها للاستاذ احمد ابو هشيمه فيعني قلت اسال حضرتك ده بالنسبه لك ما معناه باشمهندس نجيب؟ معناه ان انا زهقت من المحطه دي والكلام ده كله، لان مساله صعبه جدا. اولا المحطه اخباريه عشان تستمر لوحدها بدون مسلسلات وافلام، وزي ما انت شايف كل القنوات النهارده اتجهت الى انها تبقى عندها 5-6 قنوات. عشان تعمل 5-6 قنوات محتاج انك انت تستثمر يعني على اقل تقدير مئات الملايين من ما كانش المليار. واخد بالك ازاي؟ فانا بعد تجربه اون تي في الحقيقه ما بتجيبش مصاريفها نتيجه انها قناه اخباريه سياسيه، فبالتالي صعب قوي انها كانت تستمر لوحدها. وهل انا عندي استعداد ان انا اخش بقى واعمل باقه من القنوات وكده عشان ابقى انافس بقى CBC والحياه والناس دي وكده؟ طبعا لا، ما عنديش استعداد، لان انا اهتماماتي سياسيه تاريخيه، ما بحبش يعني ماليش اهتمامات في المجالات الثانيه دي. زائد بصراحه والله ما بقاش عاجبين حد، لا احنا عاجبين الفلول ولا عاجبين الثوريين ولا عاجبين حد ولا عاجبين الحكومه ولا عاجبين الناس. فمساله يعني في النهايه واقفه عليها بالخساره من كل ناحيه. يعني احد الاسباب ايضا حضرتك بتتخلص من صداع سياسي. صداع مش سياسي، بقول لك صدقني، لا الفلول مبسوطين ولا الثوريين مبسوطين ولا الحكومه مبسوطه ولا النظام مبسوط ولا انا مبسوط. فيعني انا كمان بقى زهقت من واخد بالك كل واحد عامل لي ناقد فني وكل واحد عمال يتدخل وحاجه يعني. وانتوا كمان التعامل معاكم يعني لا مؤاخذه يعني، لو ربنا على فكره انتوا كلكم يعني لو في ملائكه وفي يعني انتوا كلكم يعني التعامل معاكم مش ملائكه يعني، ما تزعلش مني، بس التعامل مع الشخصيات كلكم شخصيات يعني محترمه وجميله وانا بحبهم كلهم، بس التعامل مش سهل برضه يعني. طبعا يعني حضرتك بس يعني هسألك سؤال وانا اعلم انك لا تقبل الضغوط يعني، بس البيع والتخلص من اون تي في ليس بموجب ضغوط سياسيه يعني. انا احلف لك بص، وانت عارف اولا بس عشان اقول لك حاجه، نجيب ساويرس لا يضغط عليه. اصل انت عشان ينضغط عليك لازم انت تبقى قابل للضغط او راجل بتخاف او كده. انا مع احترامي لاي حد، انا بالعكس انا عايز اقول لك ان انا الاقتراح ده جه من انا وصلت لحاله من الزهق ومن القرف ان قلت هو ده الحل الامثل، بدل ما ان انا مش قادر ارضي حد، لا راضي الناس ولا راضي الجمهور ده ولا النوعيه دي ولا دي ولا دي ولا الحكومه ولا حد ولا قلت لا خلاص كده انا زهقت من الصداع ده. وبعدين انا بيني وبينك انا مرحله في حياتي مش عايز صداع بقى، زهقت يعني، عارف زي ما كل واحد بيجي بعد شويه، وانا متضايق اساسا من الوضع العام كله يعني، مش عاجبني يعني. بالك عندك شعور بالضيق من الوضع العام بالكامل يعني. طبعا لا طبعا معقول يعني كل ما نطلع من حفره نطلع في غيرها، نخلص من
مش عارف، شرم الشيخ الطياره يطلع لنا واحد ريجيني، نخلص من ريجيني تطلع الجزيرتين، نخلص من الجزيرتين نلاقي نقابه الصحفي، يعني كأن حد متسلط علينا على البلد دي، مش عارف. انه يعني مصر تشهد. نخلص من النقابه تطلع لنا الحرايق، يعني في ناس شغاله يعني. والله زي ما بقول لك، زي ما يكون ربنا مش راضي علينا، مع ان احنا والله شعب حلو جدا، انا ما اعرفش يعني، ادينا لفينا الدنيا كلها والله ما لقيت احنا من الشعب ده. ان شاء الله. طب حضرتك اللي اخترت ده سؤال اخير الاستاذ احمد ابو هشيمه، يعني انا اعلم والله انا مشفق عليك، هو انا ما اخترتوش، هو اللي اختاره، متحمس قوي للموضوع. وانا للامانه يعني قلت له، بقول لك يا ابو حميد خد بالك انت الموضوع ده مش زي ما انت فاكر، بس هو لسه صغير كمان وعنده جلد عني انا، يعني هو يعتبر من الشباب اللي طالع، فهيستحمل بقى الكام سنه الجايين دي، وعايز اقول له جود لك، يعني الموضوع ما هياش سهل يعني. يعني ما هياش سهل. انا حاسس حضرتك بتقول له طب اشرب بقى يا ابو حميد بقى. اي والله، حتى بدليل والله قلت له بص يا ابو حميد خد المحطه، خد عندك اسبوعين ثلاثه كده، عايز تراجع نفسك اي وقت، زعلان مش شايف الموضوع مصيبه، تعالى خد الشيك بتاعك وارجع لي خلاص مش مشكله. لاني خايف عليه برضه، كنت مش عارف الصداع يعني، قلت له والله، قلت له كده، قلت له لو انت خد لك اسبوعين ثلاثه كده، بص روح اتفرج واقعد مع الناس وشوف الحكايه ماشيه ازاي، لو لقيت ان لا دي مصيبه، عشان ما تجيش تقول اصل انا ما بحبش ابيع حاجه لحد، زي اللي بيع لواحده عربيه وعارف ان الموتور بايظ، واخد بالك، فما بحبش كده، فقلت له لا روح شوف واعمل، ولو اي وقت بعد اسبوعين ثلاثه جايين مش عاجبك الموضوع، هات يا عم رجع المحطه، لان انا بيعها بالنسبه لي مش مصدر سعاده يعني، واخد بالك. يعني وتاخد فلوسك تاني وبتاع يعني، رجع ايوه طبعا مش مشكله، اصلا انا مش بايعها عشان فلوس، انا زي ما شرحت لك كده، كل المساله هي لوحدها مش قادره تكمل، بتبقى يعني مش معقول نقعد نخسر كل سنه عشان هي قناه سياسيه، وبعدين لازم تضم اللي عايز يعمل، انت شايف كلهم 5 6 مسلسلات بقى، وتخش قصص ثانيه خالص ماليش فيها يعني. بس ده حصل لحضرتك، يعني انا متذكر حتى في اللقاء لما حضرتك واجهت جماعه الاخوان وكانوا يشنون عليك حملات بمختلف الاتجاه ايضا، يعني خلوك بس انت بعت بشكل من خلال غطاء، يعني بعت وما بعتش؟ ما بعتش، لا ما بعتش. ده موضوع مختلف، انا عايز اقول لك حاجه، الوضع مختلف تماما. وقت الاخوان قناه اون تي في كانت يعني سباقه، وكان ليها موقف واضح جدا، وانت عارف طبعا واخد بالك. انا النهارده ماليش موقف محدد يعني، احنا ما صدقنا اللي حصل في 30/6 ده، وان بلدنا رجعت لنا تاني وكده، فما فيش مواقف محدده تخليني اعمل كده، لكن الصداع الذي ياتي من وراء هذه المحطه يعني لا حدود له، وبيأثر على شغلي كمان، يخليني بدل ما احط وقتي في حاجات تانية مفيده مفرحه، بقول لك بتشتم على تويتر، اقرا انت جايب مش عارف فلان ده وعمال يعمل كذا، واللي ما فيش حد ولا الشعب ده والله اللي عملت له ايه، ده انا احكي لك قصه هتضحك يعني، بس والله ما كنت عايز احكيها يعني. العيله تبرعت ان احنا نرصف شارع شجره الدر، كويس، المفروض شارع شجره الدر ده يصرف عليه المحافظه، وملايين صرفناها وبتاع، وبعتنا الشركه وعملنا الشارع، لقيت واحده بعت تويته امبارح تقول لي هو ده المستوى برضه بتاع وراسكم؟ ده المستوى يعني انت بتعملها تطوعا وتبرعا وهي محتاجه على المستوى، يعني معمول احسن، ما فيش شارع تستفلت احسن من ده في مصر يعني. بعد بقى ما تقول لي متشكرين جدا، بعد تقول لي ده المستوى بتاع وراسكم، بقول لك يعني الناس هنا ما حدش بيشكر حد على العجله، حد بيشكرني على اون تي في، كل اللي باخده الشتايم وبتاع وكده، فالاستاذ احمد حبوشين بقى يستلم بقى وياخد بقى نصيبه بقى من الشتايم. فانت قلت يعني تخلص من هذا الكابوس يعني. طبعا خلاص يعني زهقت، واخد بالك، ما كل واحد ليه حدود يعني، بعد شويه يقول لك لا بناقص يعني. بس انا يعني اثق مع كل الاحباط اللي ممكن اتلمسه في كلماتك، انك كمان يعني تتمنى للمرحله الحاليه ان تنجح، وتتمنى للرئيس السيسي انه ينجح في قياده البلد في اجتياز العقبات يعني. ان شاء الله. مهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، ألف شكر. وهنا القضية يا جماعة هتشوفوا في اهتمام طبعا، البعض بدأ يشوف يعني لماذا تم بيع اون تي في، وهل هذا البيع له مغزى. المهندس نجيب ساويرس يعني ربما لأول مرة بيكشف عن أسباب ذلك. اون تي في قلعة إعلامية تميزت في الخط الإخباري تحديدا،
والمتابعات على الهواء كانت هي الأسرع في المتابعات على الهواء، وبالتالي هنا اكتسبت أهمية وشهرة كبيرة. فعملية بيعها بكل أسهمها يعني أثار علامات استفهام كثيرة. المهندس نجيب ساويرس أوضح حدود المسألة، أنها لم تأتي بضغوط سياسية، وأنه هو كان صاحب هذه الفكرة، لكن كمان للتخلص من حالة صداع تأتي من هنا حينا ومن هناك حينا ومن الجميع. يعني هو شايف أنه الجميع غاضبون، الثوريون والفلول والسلطة، الكل غاضب. فاصل. طب خلينا قبل ما نطلع فاصل، عشان كنا بنتكلم عن إشعال النار، في كمان يا جماعة ما زالت عملية إشعال النار ما زالت مستمرة حتى الآن. إشعال النار في 3 مصانع، امبارح شفنا 3 مصانع في دمياط، في 3 مصانع للأقطان في اليوب تم إشعال النار فيهم اليوم.